السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناة طيور احمد بدوي، والنهارده ان شاء الله نتكلم على الفيتامينات اللي بنضيفها في المية، طيب او بنديها حقن للماعز. تمام، هل الفيتامينات دي شيء اساسي؟ طبعا، لان عندي الناس اللي هي بتشتغل صح ومظبوط وعايزه انتاجها يبقى في الزياده، حلو الكلام، وعندها نسبه التوائم عاليه ونسبه اللبن عاليه والمناعه عاليه وكل حاجه عاليه، يبقى اشتغل بالفيتامينات. ما اعتمدش على الاكل. هنقول بمعنى اصح كده الفيتامينات دي حاجه اسمها مكمل غذاء، مكمل غذاء للماعز، عشان مش هنقدر نديها الغذاء الكافي في قلب الاكل، اذا كان جراه، اذا كان علف، اذا كان اي نوع من انواع الاعلاف اللي احنا بنضيفها. تمام، يبقى احنا لازم نخش معانا باملاح معدنيه، وده شيء اساسي، بالف د 3 اهي، وده برضه شيء اساسي، سينين برضه ده شيء اساسي. معنى صح ممكن نجيب حاجه اسمها مالتي فيتامين، يعني فيه كل المعادن والفيتامين، ونضيفه في قلب الميه بصوره متنظمه، يعني بمعنى صح زي ما مكتوب على العبوه هنمشي بالظبط. ده هيفرق معاك، ده هيفرق معاك جامد جدا في قلب القطيع بتاعك. يعني انت عايز تقول لي بمعنى صح اللي بيحط فيتامينات زي اللي ما بيحطش فيتامينات؟ لا طبعا، اللي بيحط فيتامينات بيقدر يبقى عنده كل حاجه كامله متكامله. بمعنى اصح كده يا عم احمد، بيبقى عنده المعزه فيها الكالسيوم بتاعها، المعزه فيها الاملاح المعدنيه، فيها كل الفيتامينات وفيها كل المعادن، بتبقى بصحه جيده. حلو الكلام. طيب زي ما احنا عارفين معظم الفيتامينات بتدوب في الميه. يعني ايه بتدوب في الميه؟ في فيتامينات بتدوب في الميه، وفي فيتامينات بتدوب في الدهون. الكلام ده في جسم الحيوان نفسه. تمام، الفيتامينات اللي هي بتدوب في الميه، انا لو زودت تمام جرعه زياده على اللي هي بتاخدها مفيش اي مشاكل، الزياده هينزل في قلب الميه اللي هي بتنزلها كل يوم. تمام، لكن اللي في الدهون دي ممكن تعمل تسمم، فانا لازم اعرف ان في فيتامينات بتدوب في الدهون زي فيتامين د 3. فيتامين د ده حلو الكلام بيدوب في الدهون، الزياده فيه بتعمل سموم. حلو الكلام، يعني ايه؟ بتعمل اسهال وبتعمل مشاكل. يبقى برضو لازم اعرف المعلومه دي، اذا كان الفيتامين ده بيدوب في الدهون ولا الفيتامين ده بيدوب في الميه. لو بيدوب في الميه وزودت كميه كبيره مش هيحصل معايا مشاكل، الجسم هياخد كفايته والزياده هينزله في قلب الميه مع الحاجات اللي هتخرج. لكن اللي بيدوب في الدهون بيخش في قلب الدهون ويدوب جوه، يعني كده مش هينزل، هيفضل جوه، فالزياده فيه هتعمل سموم في قلب الحاجه. عشان تنزل لازم تنزل بالاسهال، هيبقى عندي هنا مشكله تاني. برضو دي معلومه حبيت اضيفها لذهن حضرتك، تبقى عارف ان في فيتامينات بتدوب في الدهون وفي فيتامينات بتدوب في الميه. حلو الكلام. الفيتامين اللي بيدوب في الميه ده زود فيه زي ما انت عايز، مفيش اي مشاكل. لكن اللي بيدوب في الدهون ده حاول تكون حريص فيه زي ما هو مكتوب على العبوه بالظبط، والكميه لازم وتقلل منه احسن ما تزود فيه. واخد بالك انت؟ يعني تقلل في الحاجه اللي بتدوب في الدهون، قلل فيها احسن ما تزود فيها. التاني اللي هو بيدوب في الميه زود احسن ما تقلل، الزياده مش هتضرنا. تمام، يا رب يا رب يكون استفدت من المعلومه اللي هي الفيتامينات افضل من اللي ما بيشتغلش بفيتامينات، وركز على المعادن بالذات اللي هي طبعا معروفه املاح المعدنيه. شكرا لحضرتك. لو عجبك الفيديو اشترك، اول مره بتتابعنا اشترك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.